بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده نوع من انواع نواعم العيد اللي هو البيتي فور اهوت. بعد ما استوى وخلص اهوت معاكم اهوت، معمول بالشوكولاته، مزيناه بالشوكولاته بيضه وشوكولاته سمراء اهي، وهتشوفوها دلوقتي. معانا بقى المقادير: كيلو سمنه، نص زبده ونص سمنه بدرجه حراره الغرفه. هو البوتفور اساسه زبده يطلع معاكي جميل خالص. معايا مجين ونص من مج الشاي سكر بودره. معايا 6 بيضات وصفار بيضه اها. وتحطي تضربي السمنه في الاول، وبعد تضربي السمنه تحطي عليها البيض بالتدريج، وتضربي كل ما تحطي جزء من البيض تضربيه كده في السمنه لحد ما يندمج في بعضه خالص ويديكي لون فاتح شويه اها. لونه افتحي معاك ازاي. ممكن انت لو عندك عجانه اضربي فيها، عندك مضرب يدوي اضربي بيه، وانا بضربه بالمعلقه قدامكم عادي، ينفع بكل حاجه. وتحطي باكيتين فانيليا اهوت قدامك اهو، تضربيهم برضو ببعض. معانا بقى الدقيق. هو المفروض مقداره الاساسي هو كيلو وربع. انا هنستخدم قدامكم دلوقتي الكيلو. نحط عليه معلقه ملح شاي او معلقه شاي ملح زي ما شفتها اهو. تقلبها في الدقيق وتحط الخليط بقى اللي ضربناه وتقلموهم في بعض. ما تعجنيش، هو بتلم بس كده، ما تعجنيش خالص. تلم الخليط اللي هو البيض والسكر والسمنه وعلى الزبده مع الدقيق كده. وربع كيلو بنشيله على جنب كده، عشان الدقيق ده انواع. ممكن ياخد منك كيلو ونص الربع، او كيلو 3-4 معالق من الربع، او ممكن ياخد منك الربع كله اهو. سيبنا العجينه بقى نصين. انا هنعمله نص بالكاكاو، كاكاو خام معلهاش سكر. وانت الكاكاو ديت عايزه تخليها غامقه تزودي نسبه الكاكاو، تخليها فاتحه زود نسبه نقصي نسبه الكاكاو. بتحط عليها معلقه سمنه عشان الكاكاو دي انت بتزوديه كده يعتبر دي، فتحط عليها معلقه سمنه كبيره عشان الكاكاو انت زودتيه. احنا بنجربوه زي ما شفتوه في الاول كده. بعد ما تخلصي عجن تاخدي 2-3 تجربوهم، تشوفي لو فرش معاكي تزوديه معلقتين 3 دي من ربع كيلو. وتعملي صوابع كده زي ما انت شايفه كده او ورده. بايه بقى؟ بالقمع. معانا قمع اهوت انتوا شايفينه ده اهوت. لما بنعمل البيض اهوت تشتريه من عند راجل، قولوا له عايزاه قمع بوتيفور. لو انت ما عندكيش كيس حلواني اللي هو بيبقى في القمع ده متركب فيه الكيس، تعملي بايدك زي ما بنعمل كده بتاخدي عجينه وتحطها في القمع، تضغطي صبعك الكبير عليها بتنزل لك الورده دي، او الصوابع اللي انت شفتها في الاول دي ما في العجينه السمراء. شايفين تضغطي بصبعك بسرعه كده هتنزل معاكي. البوتيفور بيبقى عجينته طريه فبينزل معاكي بسهوله، يعني يعمل لك الورده الجميله اللي قدامك دي. وبتعملي صوابع زي ما انتوا شايفينها دي كده اهو. تسحبي، ما تضغطيش وانت واقفه، لا تضغطي وانت بتسحبي على ورا كده اهو. وسهل خالص ويعني بالايد دي سهله خالص، مش صعبه يعني، اللي عشان انت ما عندكيش كيس الحلواني اهو. بعد ما استوى اهوت، ده الابيض اهوت وده الاسمر اهوت. انت بقى عايزه تعملي بقى تشكلي، حطي من على عليه كده، تحط عليه ورده بيضه، حطي زي ما شفتوا في الاول كده. عايزه تخليه ساده زي دي كده ساده ابيض يعني، عايزه تخليه ساده كاكاو خليه ساده كاكاو اهو. ده الساده الكاكاو اهوت. وانت شفتوا الاول ساده فانيليا الاولاني الابيض كله ده اهوت اهو. شايفين ناعم ازاي بعد ما استوى. والسوا بتاعه يا جماعه، النواعم البسكوت كلها بتحطها على شبكه البوتاجاز، وتقدحي الفرن تحميه جامد، تيجي موطياه على نار وسط، وتحطي النواعم بتاعتك على على الشبكه اهي، وما تعليش عليه النار عشان الحاجات دي ما بتاخدش سوا خالص. يبقى تحطيها على الشبكه وتقدحي الفرن الاول، تحطيها على الشبكه، بعدين توطي الفرن على نار متوسطه خالص وعينيك عليه على طول، وعلى طول ما تسيبيهوش وتمشي اهو. نيجي بقى عشان نلزقه ببعضيه بمربى. عندك اي مربى متوفره عندك لزقي بيه. عايزه تحطي بقى وردتين على بعض سمر زي دي كده حطي. هتحطي واحده بيضه وواحده سمرة حطي زي دي كده حطي. عايزه تخليها بيضه كلها فانيليا كلها اللي هي الابيض بس يعني، حطيها اللي انت يريحك اعمليه اهو. دي كلها كاكاو اهي اللي قدامكم اهو. بتلزق بمربى، اي مربى متوفر. دي مربى فراوله انا عاملاها في البيت وبلزق بيها اهو. المربى بتديله طعم جميل خالص وحلو خالص اهو.
وانت عايزه تكتفي بالمرحله دي ما تعمليش شوكولاته. المرحله اللي جايه بعد دي ما تعملهاش، عايزه تكتفي بتلزيق المربى كده كفايه تلزيق المربى اهو. دي واحده ورديه بيضه ورديه سمراء اهو، ورديه كاكاو اهو. اه سهل خالص وطعمه في منتهى الجمال ولذيذ خالص. دي الاتنين فانيليا اهو. الاتنين فانيليا. اللي انت عايزه تعملي حسب رغبتك انت بقى. والمقادير هنكتبها لكم في صندوق الوصف، هتضغطي عند كلمه المزيد تحت الفيديو هيطلع لك مقادير البوتيفور. زي ما قلت لكم مقاديره: كيلو سمنه، نص سمنه ونص زبده، كيلو دهون يعني دهون يعني بتاعته كيلو، النص سمنه والنص زبده، وكيلو ربع دقيق، 6 بيضات وصفار بيضه اهوت، ومعلقه شاي ملح، وباكيتين فانيليا، وكوبايه ونص سكر بودره. بس هو كده، دي مقاديره. ده بعد ما تلزق اهوت اهو، ده اللي هو بالفانيليا ده اهوت، وده بالتاني الاسمر ده بالكاكاو اهو. واهم حاجه في السوا ما تضغطيش عليه في السوا خالص، في على الشبكه، وتقدح الفرن تحط على الشبكه وتوطي النار على نار متوسطه. معايا شوكولاته بقى بالحليب اهيت، تبشر منها شويه كده. معايا شوكولاته ساده اهيت، تبشر منها برده شويه. والخطوه دي ممكن تستغنى عنها يا جماعه، تخليه بس متلزق بالمربى. خليه دي، انا دي خطوه اضافيه عايزه تخليه كده. بنعمل لها حمام ميه ساخنه، بتحطها في صينيه كده فيها ميه وتغليها على النار اهي، وتحطي على كل واحده 3 4 معالق زيت، على كل طبق من دي 3 4 معالق زيت عشان يخليها سايله معاكي شويه. تمسكي بقى كده تشكلي زي ما انت عايزه بقى، تخليها كلها ساده كده. البشر دوت بتحطها تغمسها في الشوكولاته الحليب كده، وتحطها في ايه في البشر بتاع الشوكولاته الحليب، تغمسها في الشوكولاته الساده السمراء دي، وتغمسها في بشر الشوكولاته السمراء الساده اهو. عايزه تخليها ساده كده خالص من غير اي حاجه، من غير شوكولاته بس يعني، من غير بشر شوكولاته، خليها. ممكن برضو بالمربى تغمسها في المربى وتحطها ببشره اهوت الشوكولاته اللي ايه الغامقه اللي هي الشوكولاته البني، تغمسها في المربى وتحطها في الشوكولاته البني او الشوكولاته البيضاء اهو. زي ما انتوا شايفين كده اعملوا. هنا بعد ما خلص اهوت وتلزق اهوت، ده بشر الشوكولاته اهوت، شوكولاته سايله سمراء وحطيت عليها بشر شوكولاته اهو. لو انتوا سمعتوا الفيديو بتاعي يا حبايبي وعجبكم لحد دلوقتي، اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك واعملوا ايه، اكتبوا لي تعليق حلو زيكم. دهوت ببشر شوكولاته بيضه وشوكولاته سايله دي ساده خالص، شوكولاته غامقه يعني ساده خالص اهيت. وده اهو، وده بشر شوكولاته اهو، دي ساده خالص اهو. شايفين اهوت، شايفين ناعم ازاي اهوت. وده انا عملته من غير حاجه خالص، عايز تخليه كده على زي ما قلت لكم على تلزيق المربى بس خليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.